مساء الخير لكل اللي عم يتابعونا عبر التردد 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفتي بالاستوديو الدكتورة آية عامر هلوش، طبيبة بأمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الوجه التجميلية. اسمحوا لي رحب بضيفتنا لحتى نبدأ لقائنا. مساء الخير دكتورة. يا مساء الورد، أهلا أستاذ عماد، يسعد مساك. مستمعينا إذا حابين تنضموا لنا تتفاعلوا، تأغنوا لقائنا بأسئلتكم، أكيد عبر أي كومنت رح نجاوب على أسئلتكم، سواء كان عبر البث المباشر على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. طبعا رح نبلش لقائنا، واليوم اخترنا موضوع مهم كتير، طبعا من باعتبار اختصاصية تجميل الوجه. رح نحكي اليوم عن استخدامات الفيلر والبوتوكس. يا ترى شو هنن، شو استخداماتهم، شو يعني كتير من المحاور محضرينها. حقيقة رح يكون لقاء جميل جدا ومعلومات جدا حلوة. بالبداية الدكتورة رح يعني تشرح لنا انه شو هو الفيلر والبوتوكس. هل المصطلحين اللي دارجين حقيقة بهالايام هاي؟ صح أكثر المصطلحات مرغوبة. هلا بداية تجميل الوجه هو بينقسم لشقين، طريقين. عندنا طريق جراحي مثل شد الوجه الجراحي، شد الأجفان، تجميل الأنف وإلى آخره. تجميل الوجه الغير جراحي اللي هي حقنات تجميلية، وعلى رأسها أكيد الفيلر والبوتوكس. هلا رح نشرح أول شيء شو هو الفيلر وشو هو البوتوكس، كفرق بيناتهم كناحية كمادة علمية. هلا البوتوكس هو عبارة عن كلمة بوتوكس هو الاسم التجاري للتوكسين بوتينيليوم. هاي عبارة عن مادة سامة عصبية مستخرجة من أنواع من البكتيريا اسمها المطية الوشيقية. هاي بتأثر على النواقل العصبية. تمام. أما الفيلر هو عبارة عن مادة هلامية بيدخل بتركيبها كتير عديد من المواد، وهي المواد معظم التراكيبها مستخلصة من مواد تشبه بمواد موجودة بالجسم، وعلى رأسها وأشياء والأكثر استخدامها هو الهايلورونيك أسيد. تمام. هذا بالنسبة للتعريف العلمي إنه شو تركيبه الفيلر والبوتوكس. تماما. دكتورة لو نحكي عن استخدامات الفيلر في مجال، بدنا نبلش بالفيلر لحال والبوتوكس لحال. استخدامات الفيلر في مجال تجميل الوجه، يعني كتير بنسمع انه صبايا حتى الشباب اللي عم نشوفهم انه بالعيادات ملحوظة الحالة، يعني لو تحكي لنا عنه. هلا الفيلر مثل ما حكينا هو مادة هلامية، هي مادة مالئة. شو يعني مادة مالئة؟ يعني بتعمل امتلاء، بتعمل حشو. تمام. هذا الفيلر لما بدنا تملأ المنطقة، تملأ المنطقة. تمام. هاي المادة. هلا أنا التجميل بالنسبة بالفيلر هو استخدامه تحسيني تجميلي، عرفت؟ يعني لحالات معينة، مثلا في ناس عندها عدم تناظر بالوجه، مثلا عندها خد أعلى من خد، ممكن تعبي. في ناس عندها جروح، في ناس عندها ندبات، يعني أي خفسة كانت موجودة ممكن نعبي مكانها. في ناس مثلا بعد عمليات قص المعدة بتفقد كتير نسيج شحمي بالوجه، فبتعبي امتلاء. وفي ناس انا دايما بقول لهم موضوع الفيلر هو امر رغبه شخصيه، دايما بيحتاج استشاره تجميليه. يعني بتجيني المريضه على العياده هي ما بتعرف شو مثلا لازمها. انا بشوف مثلا بتلاقي مثلا صبايا عندهم نقص يعني بالمنطقه الصدغيه، في عندهم هيك خفسه، فممكن تعبيها بالفيلر، بتعمل تدويره حلوه للوش هيك بالقسم العلوي من الوش، بتعمل تدويره، بتعمل رفعه للحاجب. في ناس مثلا عندهم نقص يعني خدودهم نازلين، مثلا حابه تعمل مثلا كونتورينج للخد. في ناس عندهم تراجع بالفك، في ناس عندهم خطوط ضحك مثلا، هون بتعطيها علامات تقدم بالعمر. في كتير اي تجاعيد نقدر نعبيها امتداد. حول العين مثلا الفيلر هلا بنحكي حول العين. حول العين هو موضوع الفيلر الاصداغ، يعني عرفت هي الخفسات اللي هون. تمام. هو الفيلر شوف هو يعني مادة مالئة تجميلية. ومثل ما بيقولوا التجميل هو يعني الجمال أمر نسبي، عرفت؟ ومعايير الجمال بتختلف من المنطقة لمنطقة. يعني مثلا عندك الجمال الأوروبي غير من شعوب يعني الجمال الأوروبي غير الجمال الآسيوي غير الجمال الأفريقي. هلا أنا بخبرتي عم شوفه بالعيادة بمناطقنا الشرقية، بصراحة النسوان أكتر شيء بيحبوا يكون وشه مليان. تماما. يعني هذا طلبها، يعني بتعمل إجراءات قد تكون مليان وغمازة. عجاج بتكون تعمل إجراءات غير آمنة، بتحقن مواد غير آمنة، بتاخد خلطات، بتاخد وصفات، بتاخد شغلات طبية ما بيفرق مع باقي جسمها. المهم يكون وشها مليان.
فاجى الفيلر هو اجراء امن حلو لطيف معقم كل شيء بخدم لي لهي الحاله. وصرنا نحقن بشكل ان نحن نحافظ على المعالم الوجه، عرفت يعني انت بتحقن باماكن بدون ما تعمل تشوهات، بدون ما تطمس معالم المريضه مثلا عينها كذا. لا انت الطبيب هو اذا كان عنده نظره تصويريه وحس فني جمالي بيعرف وين بيحقن، بحيث انه انا العالم دايما هي مصطلحي يعني بتشوفك حليانه بس ما بتعرف شو عامله، عرفت؟ هذا التجميل الحديث تمام، عرفت؟ سر ايه مو مثل مثلا الشحوم الذاتيه. لا الفيلر حلو لانه انت بتحقن كميات معينه بمناطق معينه وما في مريضه بتشبه الثانيه، لانه كل وجه سبحان الله بيختلف عن الثاني وعيوبه بتختلف. فالفيلر قلت لك هو اجراء تحسيني تجميلي، عرفت؟ ما انه ايه او علاجي بحالات معينه يعني بتتحسن نفسية المريضه منه. السؤال خطر على بالي اكيد رح نطرحه بعدين لانه او خلينا نطرحه هلا دكتوره، انه مثلا هل المادة اللي ملأتيها بالندبة الفلانية أو بالمكان الفلاني مش قد تطول؟ يعني هذا سؤال خطر على بالي وأحد المستمعين هلا الفيلر هلا هي شوف عندك منظمة الصحة العالمية كان مانعة من يمكن من عام 1900 وما أدري قديش، هي مانعة موضوع حقن المواد الدائمة، عرفت؟ المواد الدائمة أثبتت فعاليتها إنه هي بتعمل أمراض خطيرة، بتعمل سرطانات، بتعمل تنخرات مع الوقت مع الزمن، عرفت؟ فهلا صارت المواد مؤقتة، تمام، صارت تركيبات مؤقته هاي بتحميني يعني اقصى حد ما في ماده اكثر من سنه ونص سنتين ابدا يعني، عرفت؟ فبيرجع على حسب تركيز الهايلورونيك اسيد فيها، حسب الكميه المحقونه. كمان في شغله بتلعب دور، المريضه اللي بضل تحقن فيلر جسمها بيحافظ عليه أكتر. المريضة اللي بتهتم بصحتها بغذائها، بتاكل فواكه، بتشرب مي منيح، رطوبة جسمها منيحة، نومها منيح، ما بتدخن، ما بتأرجل، بيضل الفيلر عندها بجسمها منيح. فتكرار حقن الفيلر بيعمل لهم ديمومية أطول. بس بشكل عام هن مواد مؤقتة، لهيك هي مواد آمنة، بيفككها الجسم وبيطرحها، عرفت؟ فهون آمنة، ما بتخاف عليها بالمستقبل تصير سرطانات أو شيء لا سمح الله. حلو كتير، لأنه هذا كان جزء من السؤال اللي كنت راح أطرحه. هاي يعني بظن أنه الفكرة وصلت للمستمعين للمشاهدين أيضا، أنه يا ترى هالمواد هاي يعني ممكن انه تصيب بامراض خبيثه، امراض مانا منيحه. فجدا مشكور على المعلومات. طب بدنا نحكي عن موضوع استخدام البوتوكس في تجميل الوجه. شو هو البوتوكس؟ البوتوكس مثل ما حكينا مو هي ماده عصبيه سامه. شو بتعمل؟ بتثبط افراز الاستيلكولين. الاستيلكولين هي هاي الماده اللي بتساعد العضلات انه تتقبض. فانا لما نحقن ماده البوتوكس بتثبط افراز الاستيلكولين. البوتوكس استيلكولين تمام. البوتوكس اثبت انه هو يعني عامل ثوره علاجيه، مو بس تجميليه، يعني اكثر من الفيلر من ناحيه العلاج، عرفت؟ هو اجراء علاجي. هلا من ناحيه الوجه اثبت علاجه، مثلا في ناس عندها حاله اذيه بالعصب الوجهي، تمام، فبيصير عندها شلل وجه نصفي، شلل وجه نصفي، تمام. فالبوتوكس عالج، لانه انا عملت تناظر، تمام، عالج هي من ناحيه الوجه عم نحكي. في ناس بعد جراحه الغده النكفيه بتصير عندهم شيء اسمه متلازمه فراي، هاي بيصير في عندي تعرق من ناحيه الاذن للخد اثناء الاكل، اثناء مشاهده التلفزيون، اثناء يعني التفكير او اي شيء. فالبوتوكس عالج لي اياها. البوتوكس عالج لي كمان موضوع التشنج الصوتي لما نحقن معالج لي كمان موضوع يعني هي بعيدا عن الوجه، عالج لي بكتير شغلات اثبت فعاليته، مثلا بتشنج المثانه، مثلا بالتشنج المهبلي. اكثر شيء كمان كثير عم بستخدمها بالعياده لمرضى الهجمات الشقيقه المزمنه ايضا، التشنج العضلي، التعرق، فرط التعرق، راحه اليدين، اخمص القدمين، الابطين. يعني هو ثوره علاجيه بحاله البوتوكس، عرفت؟ بعيدا عن التجميل، هو علاج. بالناحية التجميلية بالوجه أكتر شيء موضوع التجاعيد التعبيرية، هاي اللي كنا بدنا نحكي فيها أنا وأنت. موضوع التجاعيد التعبيرية يعني مثلا في ناس عندها هون الزورة بتبين هيك خطوط، في ناس لما بترفع حواجبها بتستخدم العضلة الجبهية بتبين خطوط. فينا نحقن بوتوكس بتختفي تماما. حول العين الصبايا الفرفوشين اللي بيضحكوا كتير بيطلع خطوط وبيعطيني علامة تقدم بالعمر. في ناس عندها تجاعيد بالرقبة، في ناس عندها مثلا ممكن ابتسامة لثوية. وتذكرت شغلة كمان موضوع الضزص، في ناس عندهم بتكز كتير على أسنانها أيضا، عرفت؟ ففينا كمان نحقن بوتوكس، هذا كمان من الإجراءات العلاجية. حلو. هلا موضوع حقن البوتوكس بالوجه كإجراء تجميلي، أنا دايما بقول إنه هو إجراء وقائي. ليش؟ لأنه وقائي أستاذ عماد. التجاعيد عندي إياها 3 أنواع: حركية،
ومفرط الحركيه ومفرط التوتر. كيف يعني الحركيه؟ يعني مثلا التجاعيد العاديه اللي انا بس لما استخدم عضلات التعبيريه بتبين. مفرط الحركيه بتبين بس لكن بشكل اوضح. مفرط التوتر مرات بتلاقي صبيه او شاب بدون ما بيعمل ولا شيء بتلاقي خطوط بوشه، خطوط. فانا لما بعمل بوتوكس بعمر مبكر انا ما بوصل لهالمرحله المفرط التوتر اللي بتلاقي مثلا واحد عنده خطوط مثل يعني عملوا انطباع على كثر ما هن موجودين صار لهم زمن. فالبوتوكس على تكراره لا انا يعني مثل ما بيقولوا بيحافظ على شباب الجلد وبيحميني من شيخوخه الجلد ومن التجاعيد، فهو اجراء وقائي عرفت. فانا كثير بحب البوتوكس وكثير بنصح فيه يعني للمرضى، وقايه وعلاج وجمال. تماما، حلو كتير. حابب أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا عبر التردد 103.5 موجة الاف ام، ايضا للي عم يشاهدونا على صفحتي الاذاعه راديو بوير وبوير عربي. ضيفتنا بالاستوديو الدكتوره آية عامر هلوش، طبيبه بامراض الانف والاذن والحنجره وجراحه الوجه التجميليه. عم نحكي اليوم عن موضوعين هيك يعني فرفوشين وجدا مهمين وكتير عم يستخدموا وبيستفادوا منه. هلا ما راح نسميهم مرضى، هن يعني خلينا مراجعين بحبوا يتحلوا يعني يتجملوا، محبين للحياة، يعني بحبوا الحياة أكيد. فهل الموضوعين هيك المحورين اليوم هيك عم نناقشهم، بنتمنى أنكم تستفيدوا منها. أي حدا حابب يسأل على هالمحورين هالموضوعين اللي عم نحكي عنهم بمجال تجميل الوجه، فيكم تبعتوا الكومنت عبر البث المباشر، أكيد رح نجاوب على أسئلتكم. دكتور، هلأ خطر على بالي أو أنه مثلا لمين ممكن نعمل له البوتوكس، سواء أنه هو والفيلر، ولمين يعني ممنوع أو قصدك كفئات عمرية كفئات عمرية أو ربما يكون في مرضى معينين مثلا ما فينا نتدخل فيه سواء. هلا يعني سؤالك بينقسم لشقين، يا ريت. الاعمار والمضادات الاستطباب. تماما هذا حكينا. هلا الاعمار فوق ال 18 اكيد ما فينا نعمل فيلر بوتوكس للاطفال. تمام، فوق ال 18. بس كيف يعني هلا مثلا مرات بتجيني مريضه العياده، إيه دكتوره ما بيصير البوتوكس الا بعمر 30 و40 سنه. لا، ممكن تلاقي واحده عمرها 20 سنه وتجاعيدها يعني محفرين بوشها. فهو ما لهم عمر، عرفت؟ بترجع لحسب الحاله، كل حاله من ناحيه اذا طبعا اذا ما عندها مشاكل. اللي عنده مشاكل مثلا الحامل والمرضع ممنوع منعا باتا، يعني ما في دراسات كافيه وما مواضيع اسعافيه، ما مواضيع علاجيه، مواضيع ترفيهيه وتجميليه. فانا دائما بقول للحامل، حتى اوقات بيجوني حوامل بدها تعالج بشرطه ولا بدها تحقن فيلر، لا مع انه الفيلر ممكن على فكره فينا نحقنه بالحمل لانه الماده مالها خلص ما كفايه بوعاء، ما في مشكله. مو مثل البوتوكس هو ديفان وشيقي سام، ممكن يوصل للحليب او خلال المرأة خلال الحمله بيوصل للجنين عن طريق المشيمه او كذا. لا بس كل هيك دايما بقول للحامل خلاص بس تولدي بخير وسلامه، تعي تجملي، بنعمل لك كل شيء أكيد. بس خلاص انت حامل كل هرمونات جسمك بتتغير. فالحامل والمرضع ممنوع منعا باتا. في ناس طبعا حسب الحاله، في ناس عندهم مثلا امراض مناعيه، في ناس عندهم امراض دمويه، امراض جلديه، امراض عصبيه ما بينحق. فحسب الحاله، لهيك المفروض يكون طبيب ياخذ قصه سريريه كامله من المريض. جميل. كل واحد، مو انه اي حدا لا فيني احقن له بوتوكس فيلر، حسب الحاله، عرفت؟ بس هيك المجمل بشكل عام. تماما. اذا هدول اجمالا انه سواء كانوا الحوامل او اللي عندهم امراض. هلا اذا بدنا نحكي عن الفرق بين المادتين، هلا كنا عم نحكي يعني وبظن استخلصنا نحن كالمستمعين ونحن كمان انه هيك استخلصنا شيء، ولكن هيك هالمحور هذا حابب انه يعني توضحي لي اياه. يا ترى شو الفرق بين الفيلر والبوتوكس؟ فيلر مثل ما شرحتهم، فيلر شيء والبوتوكس شيء. البوتوكس يعني بالعاميه الفيلر لما بدك تعبي امتلاء، والبوتوكس بدك تشدي او تعالجي شيء، لانه البوتوكس مثل ما قلت لك بيثبط افراز الاستيلكولين، فهو بيشل، يعني هو بيشل حركه عضله، بيشل حركه غدد عرقيه، بيشل كل شيء، عرفت؟ فهو عباره عن علاج مثبط، عرفت؟ البوتوكس. اما الفيلر امتلاء ماده هلاميه تعبي، يعني هذا بتعريف العام يعني شو الفيلر شو البوتوكس يعني. تماما. هلا اذا بدنا نحكي عن الموضوع انه ايمت يكون امن، ايمت بتكون بلشوا. هلا من كم يوم انا شفت شاب عمره 20 سنه وشعره كله ابيض، وفي ناس عندهم بالعشرينات عندهم تجاعيد بتبلش، وفي ناس ممكن يوصلوا ل 50 سنه ما بيوجهن. هاي المساله هلا مثل ما نحكي لنا انه هو موضوع شخصي. تمام. لكن يمكن السؤال اللي بيطرح نفسه بهاي الشيء، هل هو الفيلر البوتاسي بيقتصر بس على البنات ولا تمام. البنات والشباب؟ تمام. هذا مثل ما بيقولوا السؤال اللي بيطرح نفسه بهاي الحاله. هلا للامانه صرنا نشوف انه الشباب الذكور صاروا في اقبال منيح على التجميل. لا بالعكس، هذا الشيء بيكبر القلب، لانه الجمال مطلوب للبنت وللشاب.
وين الغلط اذا مثلا شاب كان عنده شويه تجاعيد صلحنا له اياها، في وين اذا كان عنده شويه هالات سود، اذا كان عنده تساقط بشعره، طبعا بضروره انه الحفاظ على ملامح الذكوريه، الملامح الرجوليه. يعني حتى للبنت انا ابدا ما بحب التجميل اللي بيغير ملامح وجهك. كل انسان جميل بوجهه. التجميل انا بحب هو تحسين. يعني انا بيكون في عندي عيب او خلل معين بسيط وبشير رتوش معينه، عدم تناظر او عدم يعني بتطلع حلوه، بس انه ما بحب التغيير، لانه قد ما طلع التغيير بده يكون الطبيب عنده نظره تصويريه، لانه سبحان الله يعني لازم تكون العين، يعني هدول كلها تقاسيم نحن بنشتغلها، خصوصي بالجراحه بنقعد معايير معينه للجمال. فلا لازم تحافظ على المعالم. اما انت لما بدك تحسن شيء لا مو غلط، بالعكس. يعني هذا الشيء قلت لك لما بيجوا الشباب على العيادات التجميليه قديش صار في وعي، قديش صار في رغبه، شيء بيكبر القلب، لانه ما غلط هذا الموضوع. صح. يعني دكتوره جوهر كلامي كله من شوي حكيتي انه موضوع انه لما الشخص الثاني بيشوفك من فتره ما كان شايفني مثلا، انه والله حليان بس ما بعرف شو هذا الحلو، هذا سر المهنه، انه ما تتغير معالمك، سواء كان اللي بيكبروا الشفاه او بيعملوا مثلا يعني حركات كثير اوفر، ما يعني كثير مثل ما ذكرتي انه بيتغير ملامح الانسان، يعني من جواتك ما راح تتغير. فهالشيء هذا طبعا لانه صار في فوبيا استاذ عماد للتجميل، من وراء التجميل مثل لك المواد الدائمه اللي عملت مشاكل مع فنانين معروفين صرنا نعرفه، فصار في فوبيا من التجميل. صح. لا التجميل ثوره حلوه من ناحيه الطب، بس لازم يكون الطبيب متوجه، عرفان يكون فعلا مخلص بعمله، بيشرح له المريض لازم هيك. حتى انا بتجيني المريضه اللي بدها تعمل اوفر، انا ما بعمل لها، انا بعمل الشيء اللي مقتنعه فيه وبقنعها فيه. ممكن نعمل بطريقه هي بتشوفها، اما انت بدك تحافظ على، انا دايما بقولها يعني يعني صارت مثل ما بيقولوا كلمتي، انه الطبيب هو بيحط بصمته على وش المريض. انا اليوم لما مثلا بعمل لوحده شفافه، يعني هذاك اليوم مبسوطه انه انا مثلا مرضاي مثلا بالقامشلي واحده بتقول لي والله دكتوره شفت واحده شافتني بالسوق قالت وين عامله شفافك، او واحد بالتاكسي، او يعني تخيل انه انت الشغلات اللي عاملهم هن بيصيروا بصمتك. هي دكتوره عامله عند دكتوره عامله بوتوكس، والله حلو شادد ولا بين انك عامله حليانه ما بنعرف شو عامله. هذا التجميل الحلو، انه انا محافظه على ملامح وشك بدون ما اعمل لك تشوهات، بدون ما اذيكي. مهمه جدا. بذكر مستمعينا للي عم يسمعونا، بتمنى انكم تكونوا مبسوطين وبتستفادوا من حلقتنا. طبعا ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة آية عامر هلوش، طبيبة بأمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الوجه التجميلي. عم نحكي عن البوتوكس والفيلر. هلا لو أي مريض، هلا نحن مضطرين نسميه مريض يعني كأنه جاي على العيادة وعن طبيب بدنا نسميه مريض يعني. الحالة اللي بتجيكم يا ترى في إلها تحضير، في إلها إجراءات تحضيرية مثلا؟ ممكن تعملوا عامل استرالي، ممكن تعملوا اي مثلا تحاليل معينه، ولا انه مرضاكم او هالحالتين اللي بتشتغلوها ما بحاجه لهالامور؟ هلا اهم شيء القصه السريريه، لما ما بيكون في مضاد استطباب تمام، هي المواد بالاصل تجي معقمه وجاهزه معدله للحقن. المهم الطبيب يكون مختار ماده صح ومناسبه ملائمه للمريض. نعم. وبيحقن بطريقه عقيمه بصراحه. مثل ما بيقولوا هلا البوتوكس اكيد انا دائما بقولها للمرضى، انا دائما بعمل لهم اختبار تحسس، مع انه بتقول لي دكتوره انا حاقنه هذيك السنه عند مدري مين وما عملوا لي اختبار تحسس. بالله انا هيك مدرستي، انا ما بمشي بروتوكول. هذا كل 1000 مريض ممكن مريض واحد يتحسس. فانا لا يعني انا بشتغل بالبروتوكول الطبي. فموضوع العقامه، موضوع هلا الفيلر ما بده اختبار تحسس لانه نادر جدا ما تعمل له، بس بيضل الواحد بيتابع مريضه. فلا هي ما مثل العمليات الجراحيه انه بحاجه تحاليل مسبقه او كذا، لا هي المواد تجي معقمه معده، بس الطبيب المهم يحقن الماده نفسها للمريض، ما بيوزع المواد بين المرضى، بيعقم، بغير الجلافز تبعه. هذا هالامور مهمه، هالامور البسيطه جدا. وهالاجراء هذا كلها بتنعمل بالعياده؟ كلها بالعياده، هي اجراءات حلوه يعني انه فوريه. فوريه حلو كثير. هلا لو تحكي لنا عن البوتوكس والفيلر، لهم اعراض جانبيه، اثار سلبيه على يعني صدفت معكم او مثلا عند حدا تاني او بالكتب مثلا بالمراجع عند الدول الثانيه في تسجلت حالات؟ هلا لك هلا اهم شيء بحقن البوتوكس والفيلر بصراحه، وهي جدا انا دائما بوعي مرضى عنا خصوصا بمناطقنا للامانه، انه يكون عند طبيب مختص يا جماعه، طبيب مجاز، طبيب
بيعرف تشريح الوجه، صح. طبيب بيعرف شو تركيب المادة، بيعرف إذا صار اختلاط كيف بيدبر. هاي الأمور أنا ما بحقنه عن مين ما كان، تمام. لأنه أما إذا كان عن طبيب مختص عرفان كل هالأمور، بالعكس الإيجابيات أكثر من السلبيات. لأنه إذا أنت حقنت عند حدا غير مختص يعني بتصير عندك اختلاطات، والاختلاطات طبعا خطيرة وبتخوف. كيف يعني اختلاطات؟ يعني أنت إذا حاقن طبيب مثلا فات بوعاء، مو طبيب لأنه الطبيب راح يكون نبه يعني هذا الموضوع، فتت بوعاء دموي. شو يعني الفيلر؟ هي عبارة عن مادة مالئة. لما هذا الفيلر فات بوعاء دموي عمل لي مثل جلطة، فانقطعت التروية عن المنطقة، فصار في عندي تموت بالمنطقة، تنخرت. وفي مناطق يعني بيكون مثلا ترويتها من الشريان الوجهي بيوصل للشرايين حول العين، فوق البكري، فوق الحجاج، هدول الشرايين بتأثر للعمى. فأنت متخيل مريض جاي لحتى يحسن من حاله، لحتى يتجمل، بيطلع بقصة عمى. بتصير هاي، وفي كتير تشوهات، وكتير بيجوني بالعيادة لأنه بأيدي غير خبيرة. فدائما بوعي المرضى، يا أختي لا تعملي وين ما بدك، بس اختاري طبيبك بعناية. يعني هذا وشك، يعني أنت جاية لتصيري أحلى، مو اللي جاية لتتشوهي. فإيه بتصير اختلاطات لما تكون بأيدي غير خبيرة. أما مثلا التأثيرات الجانبية هاي مثل كل شيء أستاذ تماما وارد. يعني مثلا حقنا كدم شوي، احمرت المنطقة، تورمت شوي، خلال 48 سنة هدول بتصيروا. هلا للأمانة بترجع كمان حسب التكنيك الجراحي. يعني أنا مرضاي صاروا كمان بيعرفوني بهالقصة، إنه بستخدم تكنيكات أبدا ما بتتألم المريضة. حلو. عن جد بتطلع من العيادة، بتطلع بعدها مشوار، عرفت انه ما في اي الم ابدا. يعني بشتغل، يعني بجيب مواد معينه بطرق معينه حديثه طبعا، عرفت. هي مكلفه عليك اكثر، بس شو اقل الم، اقل رد، المريضه بتطلع مبسوطه، لانه هي جايه لتنبسط، مو جايه لحتى انه هي ما أنا جايه متالمه او كذا، لا هي جايه انا بدي نوع من الرفاهيه. تجميل هو رفاهيه حقيقه يعني. فبيطلع النتائج مرجوه والمريض طبعا. ايه هون الطبيب لازم يكون حكيم. اكيد هون بهالنقطه هاي الطبيب يرتاح والمريض بيرتاح. ايه طبعا. ايه فالاهم هاي بين قوسين هاي النقطه المهمه. النتائج لون تحكي لنا عن نتائج الفيلر والبوتوكس على حد، يعني كل واحد على حد. كل واحد. هلا هي مواد اكيد يعني فعاليتها بتحتاج وقت معين. والجلسات لو تحكي لنا عن الجلسة. هلا شوف بالنسبه للتوقيت، البوتوكس ببلش بيشتغل، انا حقنت لك اياها يا هلا، ببلش يشتغل لحد 15 يوم، ببلش يشد شوي. بيختلف من مريضه لثانيه. في مريضه بتقول لك دكتوره من ثاني يوم بلش يشد وشي، في مريضه ما شافت نتيجه 10 ايام، بس هو بعد ل 15 يوم بضل يشد اقصى حد. عرفت. هي انا دائما بقول لهم لمريضاتي بعد 15 يوم اذا حسيتي لسه في تجاعيد بتجي بنعمل لك رتوش. الفيلر شوي يعني اعقد من البوتوكس. ليش؟ لانه بيرجع لحسب وين انت باي منطقه حاقن. يعني نحن بنحقن بكل الوجه وكل الجسم كمان الفيلر على فكره بنحقن. بيرجع مثلا تركيز مادة الفيلر، تركيز الهايلورونيك اسيد بيلعب دور، طبيعة جسم المريضة، شرب المي، رطوبة جسم، كل هالامور تلعب دور. بس كمان بشكل عام 10-15 يوم بتكون اظهرت النتيجة النهائية. فلما تكون المريضة بحاجة رتوش تجي بعد هاي الفترة. تماما. ايه اما انت شو سألتني الموضوع هلا موضوع عدد الجلسات مثلا. عدد الجلسات. بالنسبة لعدد الجلسات انا دايما بقول لهم للمرضى موضوع الاكثر من مرتين بالسنة ما تعملي بوتوكس ابدا. بتجيني هي بتكون عاملة عندي إلا ما تعملي حرام، بيصير في عندك مقاومة، بتصير العضلاتك خلاص بتعرفوا للبوتوكس ما عاد تستجيب عليه. مرتين بالسنة، وطبعا مو أقل من 5-6 شهور. يعني عرفت هو لأنه هو بيضل بيشد من 3 شهور ل5 شهور هيك بالكتب. يعني في مرضى ب6 شهور 7 شهور يطول، هذا يعني قليل مثلا، بس إنه مرتين بالسنة. أما الفيلر أستاذ عماد كمان ما بحب أحقن كمية كبيرة بجلسة واحدة أبدا. يعني عرفت مرضاي لك يا دكتورة اشتغلي نحن بدنا، لا بيهاجر الفيلر وما بيعطي نتائج حلوة. بعمل له الكمية الرنج المسموح مثلا، وبلا تعي بعد 10-15 يوم. في منهم بينفوش الفيلر بتلاقي نتيجة حلوة، في منهم خلص بتحب حالها، في منهم ما بتحب حالها بتضطر، يعني في منهم بيكون موزم. فالفيلر على الفيلر بترجع لرغبة المريض لأنه هو امتلاء، عرفت، ولحاجته كمان. يعني مريضة العاملة قص معدة كتير بتكون فاقدة بحاجة لفيلر، كمية فيلر أكبر من المريضة اللي بس جاية تعمل كونتور لخدودها. أكيد. عرفت. الفيلر ما في معين، بس مثل ما قلت لك يكون شهر شهرين، يعني ما تكون الجلسات الكميات كبيره ورا بعض. اما البوتوكس اكثر من مرتين بالسنه حرام. تماما اكيد. دائما نختم لقائنا دكتورتنا آية بتوصيات، سواء نحن تتعاملوا مع أصحاء أغلبية شغلكم ما نون المرضى، يعني بس توصيات للي من شوي يعني حكيت المحور المهم هو إنه يروحوا عند طبيب. توصيات نحن بنوصي عبر منبر بوير للأصحاء، للي مقبلين على تجميل، للي عندهم مشاكل تجاعيد أو كذا، ضمن يعني
ضمن قوس يعني ضمن دائرة حلقتنا لليوم، توصيات من عندك. هلا التوصيات هي توصيات بعد الحقن، عرفت هدول كتير مهمة. تعليمات يعني أنا قبل يعني ممكن بس إنه قبل إنه الطبيب خلص إنه أنت مرشحة للحقن أو غير مرشحة. حلو. أما بعد جدا مهمة التعليمات، وخصوصي بالبوتوكس. أنا صارمة جدا مع المرضى. ليش؟ لأنه بتصير عندك اختلاطات البوتوكس أو حتى الفيلر، يعني إذا ما التزمت المريضة بتعليماتها مهما الطبيب يكون حاقن بطريقة صحيحة ممكن يصير عندها اختلاطات. يعني من الاختلاطات اللي بتشوفها كتير موضوع انسدال الجفن. يعني بينزل البوتوكس على عينه، لأن البوتوكس شو بيعمل؟ إنه أنا مثلا حقنته بعضلة معينة بيضل بيصير ينتشر لحتى يشد. اجت المريضة ما التزمت، فركت أو نزلت راسها أو كذا، نزل على عينه عمل نزل لعضلات تانية. العضلات جدا قريبة. ليك نرجع بنقول موضوع يكون طبيب بيعرف كل عضلة شو وين مكانها وشو شغلتها. فتعليمات البوتوكس أهم شيء أول 6 ساعات بعد الحقن بتضل جالسة، لأنه أنا يعني حاقنة بمكان معين، لا بدي اياها تتسطح ولا بدي تقدم لقدام. نومتها على ظهرها بتكون اول 24، انا دائما بقول اول 48 ساعه مشان المرضى يلتزموا. عمل لك صارمه لانه هلا بالكتب بيقول لك في نسبه انسداد جفن 15%. هاي نسبه طبيعيه. انا يمكن بالقاموسي صار لي سنه اكثر، يعني اقل شيء 1000 مريضه حاقنه بوتوكس، هذا اقل شيء جد بكل. ولا مريضه صارت معي الحمد لله انسداد جفن، لانه حاقنه صح وصارمه بالتعليمات مع المريضه. عرفت؟ لانه بتلعب على نفسك. خلاص انت بدك تلتزمي هيك، والحمد لله المرضى بيلتزموا. انت اجباري المريضه لازم تلتزم عشان تاخذ نتيجه حلوه. اكيد. نومتها على ظهرها، ما يكون في حراره بشكل مباشر، يعني صوبه، سخانه، سشوار، بخار الطبخ، هي الامور. ما يكون في جهد، مثلا رياضه. ما تفرك. البوتوكس ممنوع تفرك ابدا، يعني ما بتقرب، خصوصي اول يومين وحتى ل10 ايام كمان. بقول لا كتير تضغط على المنطقه. يعني في صبايا بالبيوتي بلندر وقت بالميك اب وبتعمل حواجب لا ديري بالك، خلي ياخذ البوتوكس. هاي الامور. بالنسبه للفيلر انه تشرب المي. الفيلر هايلورونيك اسيد وكتير بحب المي. كل ما شربت المي يعني عن جد بتلاقي نتيجة ممتازة، يعني تلاقي وبيضل ديمومته أكتر. عرفت؟ مثلا الأدوية، في أدوية معينة بتفكك البوتوكس، يعني عرفت؟ مثلا مضادات الوزمة، مضادات الالتهاب الغير استيرويدية، المضادات الحيوية بشكل عام. ففي أدوية ما تاخدها. كل إجراء له تعليماته المعينة، فهن يلتزموا بتعليمات الطبيب. بس التزمت خلاص تاخذ نتيجة حلوة. أكيد. دكتورة آية عمرو هلوش، طبيبة بأمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الوجه التجميلية، ألف شكر على الحضور الجميل والمعلومات القيمة. الله يسعدك أستاذ عماد، وأنا كتير انبسطت وانسريت باللقاء معك. الله يسعدك. شكرا لكم على حسن متابعتكم ومشاهدتكم للبرنامج. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.